السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقصه جديده. وقصتنا اليوم غادا دينا للجهه ديال الشرق، وبالضبط جهه بركان. واحد البنت اللي كان الاسم ديالها زهره. زهره كتعيش مع العائله ديالها اللي كتكون من الام والاب، وعندها 4 ديال الخوت، جوج بنات مزوجين وجوج دراري مازال ما مزوجين، يعني مازال شويه صغار. زهره غادا تكمل الابتدائي ديالها وغادا تخرج من المدرسه، لان باها ما خلاهاش تمشي تكمل في الاعداديه، لان الاعداديه كانت بعيده عليهم، ورفض انها تسكن في الداخليه مع البنات. واخا جاو الاساتذه وجا المدير وطلبوه باش يرجعها تقرا، ولكن ما بغاش، لان زهره كانت كتقرا مزيان وكانت دائما كتجي هي الاولى. وعلى هضره باها، حنا بناتنا كنزوجوهم لان مستقبل البنت هي دارها ووليداتها. زهره طلبت باها حتى عيات، بكات عليه وترجاتو باش يخليها تكمل القرايه ديالها، ولكن ما بغاش. زهره مسكينه كانت دائما كتمنى وكتقول حتى انا غادي نقرا، وحتى انا غادي نكون شي حاجه في المجتمع، وغادي نسكن في المدينه، حيت كانت كتشوف خواتاتها اللي مزوجين وحتى هما ساكنين في نفس الدوار، وكانت كتشوفهم شحال مكرفسين ومعذبين في حياتهم. في الاخير زهره غادا تستسلم للامر الواقع، لانه ما كان عندها ما دير. كانت عي جالسه في الدار كتعاون امها في الشغل ديال الدار، وبعض المرات كتخرج تعاون حتى باها في الارض اللي عندهم. وهاد الارض هذه هي المصدر ديال العيش ديالهم، كانوا كيفلحوها، كيبيعوا شويه وكياكلوا شويه. الاب ديال زهره اللي كان الاسم ديالو محمد، كان عنده واحد الخلاف مع الاخت ديالو، كانوا فرقوا شي ورث وكل واحد شنو جا فيه. الاخت ديال محمد جات في حقها واحد الارض اللي كانت شويه داخله، يعني كانت بعيده شويه على الطريق وما عجبتهاش. قالت لخوها اعطيني انت ديك الارض ديالك اللي جات على الطريق، وخذ انت هي ديك الارض ديالي اللي جات داخله لداخل. هنايا محمد ما بغاش، قال ليها لا، انا ما غاديش نعطيك داك الارض، هذاك هو حقي وهذاك نتيا هو حقك. الاخت ديال محمد ما غاديش يعجبها هذا الكلام هذا، وما غاداش ترضى حتى بالقسمه ديالها. ومن هنا غادا تقطع الغا ديال خوها لمده سنه. وهاد الاخت هذه كان سميتها خديجه، وما تخاصمش غير مع محمد خوها، تخاصمت مع العائله كامله، حتى خواتاتها الاخرين تخاصمت معاهم، حتى هما ما بغاوش يتبادلوا معاها. دازت سنين وشحال من مره كيبغيو يتصالحوا معاها، واخا دخلوا ناس من العائله، ولكن هي كانت دائما كترفض وما بغاش تعاود تهضر معاهم، وكانت دائما كتبقى تقول لهم القسمه اللي كانت بيناتهم غير عادله، واخا هما داروا العواد وكل شيء شافته بعينيها. المهم هاد الاخت هذه بقات ساكنه هي وراجلها وواحد ولدها في المدينه، حتى لواحد النهار محمد غادي يسمع الدقان في الباب. غادي يحل الباب غيلقى اختو خديجه. جاتو واحد الصدمه، ما قدرش يصدق بان اختو من بعد هاد السنين كامله وهي مقاطعه معاه الغا غاديه تجي وغاديه تدق عليه. جاتو غريبه لانه هو اللي عارفها، كانت واحد الانسانه اللي قاسيه وقاصحه وما كتنازلش، يعني حتى من كانوا صغار كانوا كيوقعوا بيناتهم المشاكل وهي اللي كدير المشاكل، وهما اللي كيمشيو يرغبوها باش تسامح معاهم. المهم خديجه جايه مقديه، جايه ما مخليه ما جايبه، حتى من الكادويات جايبه لكل واحد، جايبه له كادو ديالو. محمد غادي يفرح بزاف وغيقول الحمد لله، اختي ربي هداها وجات باش غادا تصالح معايا. المهم خديجه بقات عندهم شي ايام في الدار، وكانوا كلهم مصدومين من المعامله اللي كتعامل معاهم بها. ولات حنينه، كتهضر معاهم باداب، كتضحك معاهم. مهم بحال هزيتي مرا وحطيتي مرا. وفي واحد الصباح من بعد ما دوزت معاهم واحد الايام، غادا تقول لخوها ايوا صافي انا راه اليوم غادي نمشي في حالاتي. هنايا بقى كيرغبها وكيقول ليها زيدي معنا عيش ايامات. قالت له لا، راني خليت الولد بوحدو، ضروري ما خصني نمشي. خديجه غادا تطلب من خوها وتقول ليه خلي زهره تمشي معايا، انا راني غير بوحدي في الدار، وحتى الولد كيقيل برا وانا راني غير بوحدي، خليها تمشي معايا هي تفوش شويه وفي نفس الوقت تونسني. محمد ما بغاش، رفض، ولكن من بعد واحد شويه
غادي يقتنع بالهضره ديالها وغادي يخلي زهره تمشي مع عمتها. هنايا حتى زهره فرحت بزاف لان هذا هو الحلم ديالها، كانت دائما كتمنى باش تسكن في المدينه. المهم زهره غادا تمشي مع عمتها بقات كتعامل مع واحد المعامله اللي زوينه، كتخرجها، كتشري ليها داكشي اللي بغات، اي حاجه كتطلبها منها كتجيبها ليها، وحتى زهره اللي طلبتها منها عمتها كانت كديرها. اما بالنسبه للولد ديال عمتها فزهره كانت شاده التقار ديالها، لان الام ديالها وصاتها قالت لها ما بينكش وبينه ما عمرك تشركي معاه الهضره ولا تبقاي تضحكي معاه ولا تضصريه عليك. وداكشي اللي دار زهره مخليها في التقار، ما كتهضر معاه ما كيهضر معاها. المهم حتى لواحد النهار عمت زهره قالت ليها انا راني غادي نخرج نقضي شي شغل. قالت ليها زهره واش نمشي معاك؟ قالت ليها لا انا راه ما غنتعطلش. المهم جمعي الدار والله يخليك وجدي لنا شي حاجه للعشيه، من نجي نلقاك موجده لنا شي حاجه ناكلوها في العشيه. قالت ليها واخا. المهم زهره غادي دير داكشي كاع اللي قالت ليها عمتها، غادا تسيق الدار وتجمعها وتغسل المواعن، ومن غادا تقرب العشيه غادي تنوض تدير ليهم المسمن. هنا غير واحد شويه وغادي يدخل ولد عمتها، حتى غادي تسمع الباب كيتحل. يلا دخل ولد عمتها اللي كان الاسم ديالو كريم وقال ليها واش كاين ما يتنكل؟ قالت له راني يلا درت المسمن، ها هو المسمن اللي بغيتي تاكل. المهم دخل هو كلا داكشي اللي كلا، وهي مشات جلست كتفرج في التلفزيون. غيجي حداها وغيجلس وغادي يبدا كيهضر معاها، ولكن هي ما غاداش تسوق ليه وما غاداش تعبرو. هنايا كريم غيطلع عليه الدم وغيعايرها ويقول ليها تنتيا العروبيه وليتي بالطنوش، واش انا كنهضر معاك وانتيا ما باغاش تجاوبيني؟ زهره ما بغاش تجاوبو، وخا سمعت هذا الكلام كامل من عنده دارت راسها كاع ما سمعت ودخلت لبيت اخر باش تبعد هكا من المشاكل والصداع. هنا كريم غادي يتبعها وغيدخل عليها للبيت، وهنايا في البلاصه ما غيتشاد لا معاها لا والو، في البلاصه غادي يشدها وغادي يطيحها للارض وغادي يتعدى عليها. واخا عيات ما ترغبو وعيات ما تدافع على راسها، ولكن ما قداتش عليه وهو ما رحمهاش. عمتها فاش غادا تجي في العشيه غادا تلاحظ البنت مقلقه وجالسه في واحد القنت وعينيها منفوخين بالبكا، باينه عليها كانت كتبكي. سولتها عمتها مالكي شنو واقع لك؟ ياك لاباس؟ هنا زهره غتقول لعمتها راني ما مقلقه ما والو، راني غير توحشت دارنا وبغيت نرجع بحالتي للدوار. ما قالت ليها حتى شي حاجه، واصلا زهره كتخاف من عمتها بزاف لان عمتها قبيحه بزاف، واخا كتعامل معاها مزيان ما كيقدروش يقولوا ليها شي حاجه ولا يهضروا معاها. واصلا البنت مازال صغيره، يلا عندها 16 سنه باقا ما عارفه حتى شي حاجه. المهم زهره غادي تجمع حوايجها وغادي تقول لعمتها يلا وصليني للمحطه نركب ونمشي في حالاتي. عمتها قالت ليها صافي واش قررتي تمشي؟ قالت ليها يا عمتي بغيت نمشي. المهم خرجتها ركبتها عطاتها شي حاجه ديال الفلوس واتصلت بخوها وقالت ليه راه البنت راها جايه. قال ليها ياك لاباس شنو كاين؟ قالت له ما كاينه حتى شي حاجه، راه غير البنت تقلقات البارح وبدات كتبكي راه توحشاتكم بغات تجي تشوفكم، خليها تشوفكم شي ايامات ومن بعد الا بغات ترجع تجي لعندي مرحبا بها. محمد غادي يمشي للطريق وعيبقى يتسنى بنته البلاصه فين كيحبس الكار، حتى غادي يوقف واحد الكار وغادا تنزل بنته. هنا غيسلم عليها وغادي يديها للدار. هنا غير دخلت للدار شافتها الام ديالها عنقتها سلمت عليها، حست ببنتها ووقع عليها شي حاجه. قلت ليها مالكي شنو واقع؟ مالكي وجهك داير هكا يا صفر؟ شنو واقع؟ عاودي لي يا بنتي. البنت عاودت لامها كلشي داكشي اللي وقع وشنو دار فيها ولد عمتها. قالت ليها امها فوقاش هادشي وقع بالضبط؟ قالت ليها غير ولد البارح. هنايا الام مشات كتجري عند راجلها وقالت ليه اجي تسمع بنتك شنو وقع عليها وشنو دار فيها ولد عمتها. بلاصه غادي يشد التليفون وغيتصل باختو وغيقول ليها ياك اختي هذه هي الثقه اللي درت فيك، ياك هكا تكرفستوا لي على بنتي؟ قالت ليه انا ما فراسي والو شنو كاين؟ قال ليها ولدك راه تكرفست لي على بنتي واغتصبها. قالت ليه سير شوف فين من تلصق هاد التهمه هادي، ولدي عمره ما يدير هاد الشيء.
هنا ما لقى ما يدير، غيشد بنته وغيهبط بها للدرك. وصل للمركز ديال الدرك الملكي، غيعاود ليهم القصه كامله. وملي قال ليهم بانها غير الليله اللي قبل تعرضت للاعتداء، قالوا ليه سير دابا عند الطبيب باش يثبت لينا هاد الشيء هذا. ملي شافها قال لهم الطبيب برا ان البنت ما كتكذبش، وفعلا غير نهار قبل من هذا تعرضت للاغتصاب. رجال الدرك غادي يعمروا له المحضر ديالو، وغادي يستدعيو كريم والام ديالو باش يحقوا معاهم. كريم ملي بداو كيحقوا معاه نكر وقال لهم برا انه ماشي هو اللي تعدى عليها، وباللي في داك النهار وقت ما وقعت الواقعه كان هو اصلا ما كانش في الدار، وكان ضال في الدار ديال صاحبه وما رجع حتى ل 12 ديال الليل. وفي هذه اللحظه هذه كانت الام ديالو كاينه في الدار، يعني مستحيل توقع شي حاجه في حال هذه. اما ماماه قالت ليهم بانه فعلا في هذاك العشيه خرجت، ولكن ملي رجعت كان ولدي كاع ما كاين، لقيت انا غير زهره كانت بوحديتها. ودابا عاد عرفت انا علاش عطاوني البنت نديها معايا، غير باش يلصقوا ديك المصيبه اللي دايره يلصقوها في ولدي انا. هنا رجال الدرك غيقولوا ليها ما يمكنش، لان الطبيب اللي دار ليها الفحص اكد لينا بانه يلا تعرضت للاعتداء، يعني البنت مشات معاك صحه سلام. ايوا السيده بقات غير كتدور في عينيها، واخا هادشي كامل بقات ناكره وكتقول لهم راه ما يمكنش ولدي يدير شي حاجه بحال هكا، ولدي انا راني مربيه مزيان وما يقدرش يدير هادشي. وهنا رجال الدرك غادي يستدعيو الصديق ديال كريم اللي قال لهم بانه كان ضال معاه في الظهر. ملي جا لعندهم عاود لهم نفس التفاصيل اللي قال لهم كريم. قالوا ليه شوف راه القضيه فيها اغتصاب، وإلا لقيناك كتكذب راه غتمشي حتى نتايا معاه، لانك نتايا راه كتستر على واحد الجريمه. السيد خاف وهو يقول لهم انا غادي نعاود لكم اللي كاين. قال لهم فعلا ذاك النهار كانت الوالده ديالي مسافره، وانا عيطت على صحابي جلسوا معايا في الدار، وعيطنا حتى على كريم، ولكن كريم غير وصلت 7 ديال العشيه مشى في حالاته وما رجع لعندنا حتى ل 11 ديال الليل. هنا غادي يبان برا ان كريم كاع ديك الهضره اللي كان قال كذوب. هذا دليل كبير بانه هو اللي تعدى عليها. هنا غادي يواجهوا كريم بالهضره اللي عاود ليهم صاحبه، هو يقول لهم تاني قصه اخرى. قال لهم انه كان خاطب زهره من عند باها، وكانوا متفقين على اساس انهم ملي غتوصل 18 سنه غيديها لعندو للمدينه. ولكن من ولات الوالده ديالي عيانه ولات دائما كتمرض وما بقاش قاده على الشقه، هنايا الوالده ديالي مشات عند خوها وقالت لي شنو بان لك تعطيني زهره نديها معايا، وان شاء الله من غدا تكبر نديروا ليها العقد، ودابا نديوها غير بالفاتحه. في الاول رفض الاب ديالها، ولكن من بعد ما عطاته واحد المبلغ ديال 5000 درهم وافق باش يعطيها ليها. رجال الدرك ما غاديش يقتنعوا بهاد الهضره هادي، وملي بحثوا حتى مع الام غيلقاوها كتعاود نفس القصه، يعني باينه عليهم بجوجهم اتفقوا على هاد الهضره هادي. المهم استدعاو الاب ديال زهره وبداو كيبحثوا معاه، وملي عاودوا ليه الهضره اللي قالت الاخت ديالو الولد ديالها كان مصدوم وعارف اختو دير اكثر من هاد الشيء هذا، لان اختو كانت خبيثه وعارفه اشنو كتسوى. وقال لهم واش انا غادي نبيع بنتي ب5000 درهم ولنفترض كاع انا عطيتها لهم بالفاتحه، واش ما غاديش نعيط على الناس ديال الدوار ونعيط على العائله ونتجمعوا؟ عاجيت هكاك وقلت لها هاكي ديها، وبنتي مازال صغيره وما تصلحش للزواج. هادشي كامل اللي كيقولوا فيه غير الكذوب. هنا المراه غادي تعرف بان ولدها حصل، وغالبا غيتعاقب على هادشي اللي دار، لان القضيه فيها هاتك عرض قاصر. مشات عند خوها وقالت ليه اشنو بان ليك نجمعوا شهدنا ونزوجوا البنت للولد وحتى شي واحد ما يجيب خبارنا؟ قال ليها اش منشوها كتهضري عليها، والناس كلهم في الدوار راهم ساقوا الخبار لهادشي اللي وقع، وانا اصلا ما يشرفنيش نتناسب مع ناس بحالكم، وواخا تبقى بنتي العمر ديالها كامل حدايا وما نجوجهاش لداك الشمكار ديال ولدك، على الاقل غنكون مرتاح من جهتها. ايوا المراه هنايا سمعت هاد الهضره هادي تصدمات، لان ما كانش كتسنى من خوها يقول ليها بحال هاد الهضره هادي.
كانت كظن غيمشي معاها ويقول لها فعلا يلا نسترو هادشي اللي وقع. اما كريم كان ثابت على الاقوال ديالو وقال لهم بان العلاقه كانت ردائيه لان الاب ديالها عطاها ليه بالفاتحه، يعني شرعا كانوا مزوجين. تقدم للمحاكمه بجنايه هتك عرض قاصر وحكموا عليه ب5 سنين، وفي الاخير المجرم غياخد العقاب ديالو. اما زهره مسكينه فمرضات في الاخر واكتئبت وبدات عطيها غير البكا وما بقاش كتبغي لا تخرج لا حتى شي حاجه، لان الدوار كامل كانوا كيهضروا على داكشي اللي وقع ليها، وحتى باها ما بقاش كيقدر يخرج ولا يتجمع حتى مع الرجال. وبقى الاب ديالها مسكين هاز ليها الهم وكيقول صافي بنتي مستقبلها ضاع وحياتها كامله ضاعت، شكون اللي غادي يعاود دابا يتزوج بها؟ الدوار كاع عارف هادشي اللي وقع ليها. هنا الاساتذه ديالها غادي يسيقوا الخبر وغادي يجيو لعند الاب ديالها وغادي يعاودوا يطلبوه ويقولوا ليه خلي زهره ترجع تكمل القرايه ديالها وتسكن مع البنات في الداخليه. الاب ديالها ما عجبتوش هاد الهضره هادي، ولكن من بعد ما فكر مزيان لقى بان هذا هو الحل الانسب لبنته باش تبدل النفسيه ديالها وتقدر حتى هي تبدا حياه جديده. وفعلا زهره سكنات في الداخليه وكملت القرايه ديالها. ولكن هذه واحد الغلطه اللي كيديروها بزاف ديال الامهات، ما نقولش الاباء ولكن الامهات اللي كيكونوا قرابين من بناتهم وعارفين شنو ممكن يوقع ليهم. عمركم ما تصيفطوا البنت تمشي لشي دار كيكونوا فيها الولاد كيما كانت، واخا تكون دار اختك ولا دار خوك ولا كيما كانت، ما تصيفطيش بنتك للدار اللي فيها الولاد.